مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد وموضوع جديد. إذا جاهزين خلونا نبلش. الفراق كلمة صغيرة بس وجع كبير، أكبر من كل اللي ممكن تتخيله. ما في إنسان بهالدنيا ما جرب الفراق، يا فراق الحبيب، يا فراق صديق، يا فراق حدا من العيلة، وكل مرة بيترك فينا أثر ما بيروح. المشكلة بالفراق إنه ما بيستأذن، بيجي فجأة، بيخطف الناس من حياتنا بدون ما يعطينا فرصة نقول استنى شوي، بدون ما نودع مثل ما بدنا أو نحكي الكلمة اللي ما لحقنا نقولها. في أنواع فراق تكسر القلب، مثل فراق الموت، لما تودع حدا وانت بتعرف إنك ما رح تشوفه مرة تانية بالدنيا. أو فراق السفر، لما تعرف إنه المسافات رح تصير أكبر من اللقاءات. أو فراق الزعل، وهذا يمكن أوجعهم لأن الشخص لسه موجود بس المسافة بين القلوب صارت أكبر من المسافة بين المدن. الفراق بيعلمنا شغلات ما بتعلمنا إياها الأيام العادية، بيعلمنا نتمسك بالناس أكتر، نحبهم بصدق قبل ما يروحوا، ونقدر اللحظة اللي نحن فيها، لأنه اللحظة الجاية ما حدا بيضمنها. الغريب بالفراق إنه ما بينتسى بسهولة، حتى لو ضحكت بعده، حتى لو عشت حياتك، بضل في زاوية بالقلب محفوظة لشخص أو اللحظة اللي فقدتها. ويمكن أجمل شي بنتعلمه من الفراق إنه الحياة ما بتوقف، بدنا نكمل، بس نتعلم نكون ألطف مع بعض، نتصالح أسرع، نحب أكتر، ونقول سامحني وبحبك قبل ما يجي يوم ما نقدر نقول فيه أي شي. الفراق مو نهاية، هو بداية فصل جديد، بس الفرق إنه هالفصل بيكون ناقص شخص أو ذكرى ما بترجع. لا تستهين بوجع حدا فارق إنسان غالي، لأنه الجرح اللي بيسببه الفراق ما بينشاف بالعين، بينشاف بس بالقلب. الفراق بيجي بأشكال مختلفة، أحيانا بيكون بطيء، خطوة بخطوة، تشوف المسافة عم تكبر شوي شوي، وأحيانا بيجي مثل العاصفة بليلة وحدة بيقلب حياتك وبيمشي. يمكن أصعب أنواع الفراق هو فراق الناس اللي كانوا قطعة من يومك، اللي كنت تشوفهم كل صبح، تسمع صوتهم، تشاركهم تفاصيلك الصغيرة، وفجأة بيختفوا، مو لأنهم بدهم، بس لأنه الدنيا أخذتهم بطريقتها القاسية. الفراق بيغيرنا، بيخلينا ننتبه لأبسط التفاصيل، لكلمة حلوة، لنظرة صادقة، لوقت منقضيه مع حدا منحبه، لأنه من بعد الفراق بتصير أي لحظة هي كنز، وأي لقاء هو نعمة. واللي بيحس بالفراق بيصير قلبه أرق، بيصير بيقدر الناس أكتر، وبيعرف إنه الدنيا ما بتمشي دائما على مزاجنا، في لحظات لازم نتقبلها حتى لو وجعتنا. في ناس بتروح من حياتنا وبتترك وراها فراغ ما بتعبى، مهما حاولنا نملأه بأشخاص جدد أو ذكريات جديدة، بتضل هاي المساحة بالقلب إلهم ومفتاحة بإيدهم حتى لو ما عادوا. الغريب إنك أحيانا بتفارق شخص وهو لسه عايش قريب منك، يمكن بنفس المدينة، يمكن بنفس الشارع، بس فجأة بتصيروا غرباء، غرباء بس بالتاريخ مشترك، غرباء بذكريات حلوة، غرباء بعشرة ما بترجع. الفراق ما بيختار وقت ولا ظرف، وما بيسأل إذا كنا جاهزين أو لا، بيجي وبيمشي وبيتركنا نتعلم الدرس إنه ما حدا مضمون، وإنه لازم نحضن اللي منحبهم قبل ما نخسرهم. في لحظات تقعد لحالك، بتفتح صور قديمة أو رسائل، وبتحس قلبك عم يوجعك مثل أول يوم فارقتهم فيه. يمكن الوجع يخف بس ما بيروح، بيتحول لجزء منك. وبرغم من كل هالوجع، الفراق بيعلمنا شي مهم، بيعلمنا أنه الحب الحقيقي ما بينتهي، وأنه اللي بيترك أثر بقلبك بيضل فيه حتى لو غاب الجسد. وأخيرا، الفراق حقيقة ما بنقدر نهرب منها، بس بنقدر نتعلم كيف نتعايش معها. يمكن ما نقدر نمنع اللحظة اللي راح يروح فيها حدا غالي، بس بنقدر نعيش معه أجمل لحظات قبل ما يجي هالوقت. لا تخلي كلمة حب تنحبس بقلبك، ولا تخلي زعل يطول بينك وبين حدا بتحبه، لأنك ما بتعرف إذا كان في فرصة تانية تحكي أو تراضي. الفراق ما بيعني إنه الناس راحت من قلوبنا، بيعني بس إنه الله اختار له المكان أو طريق غير طريقنا. وإذا يوم حسيت قلبك موجوع من فراق، تذكر إنك كنت محظوظ إنك عشت لحظات مع هالإنسان تستاهل هالوجع، لأنه في ناس ما جربوا هالمحبة أصلا،
يمكن الحياة تاخد منا أشخاص، بس الذكريات الحلوة هي الشي الوحيد اللي بضل واللي لازم نحافظ عليه جواتنا، لأنه بالنهاية الفراق بيفرق الأجساد بس ما بيقدر يفرق الأرواح اللي ارتبطت بمحبة صادقة. حبايبي هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى ينال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وانتظروني بفيديو جديد أو أحلى. بحبكم.